ساعة ما فتحت السوشيال ميديا وأنا كبنت مش بالاقي حد بيناقش مشاكلنا كبنات بجد. كل يوم نفس الكلام بيتكرر: طوري من نفسك، اقفلي الموبايل وابدأي عيشي، اشتغلي، اخرجي، جربي، غيري حياتك. دلوقتي في موضة تطوير الذات والطاقة الأنوثية وكل الكلام الحلو ده، مركزين على البنات اللي عندهم اختيار إنها تسيب المسلسلات وتبدأ تخرج وتشتغل وتعيش حياتها، أو اختيار إنها تقفل الموبايل وتبدأ تعيش الواقع وتمارس حياتها وتطور من ذاتها وتسافر وتخرج. الكلام ده بيتقال لنوع واحد بس من البنات اللي عندهم رفاهية الاختيار: اختيار انها تسيب المسلسلات، اختيار انها تخرج تشتغل، اختيار انها تقفل الموبايل وتواجه الحياة. لكن محدش بيسأل السؤال الأبسط: ايه اللي بيحصل للبنات اللي ما عندهمش اختيار اصلا؟ لان اهلها، البيئة، المجتمع، العادات والتقاليد الذكورية، التربية القاسية المتسلطة عليها وغيرها مش مديلها فرصة انها تعيش حياتها. واول حاجة هتكلم عنها هي السوشيال ميديا. يعني مثلا صناع المحتوى تلاقيهم دايما بيوجهوا رسائل للبنات بطريقة فيها ضغط جدا، زي قومي غيري حياتك، انتي المسؤولة عن يومك، مفيش اعذار، سافري، اشتغلي، اخرجي. والكلام ده بيبان ان هو تحفيزي، بس في واقع تاني هو ضغط. المشكلة ان البنات دي مش عايزة تتغير، المشكلة ان التغيير نفسه مش متاح ليها، المشكلة مش في الرسالة نفسها، المشكلة في انها بتتقال كأنها صالحة لكل الناس، صالحة لكل البنات. أول حاجة هتحسيها هي الشعور بالذنب على حياة انتي ما اخترتهاش. تحسي بالذنب انك مش عارفة تحبي الواقع ده، أو حتى ذنب انك عبء على أهلك عشان طموحاتك أكبر من إمكانيات المكان. الحقيقة اللي لازم تعرفيها: انتي مش مسؤولة عن شكل الخريطة اللي اتولدتي فيها. مش ذنبك ان مفيش مواصلات، ولا ذنبك ان مفيش ليكي فرص سفر، شغل. الشعور بالذنب ده بياكل من طاقتك اللي انتي محتاجاها عشان تنجي بنفسك. وفري طاقتك دي عشان تدوري على اي حلول تخرجي منها، بدل ما بتضيعيها في لوم نفسك على وضع انتي مجرد ضحية فيه. بطلي تحسي بذنب بسبب بنات بيظهروا على السوشيال ميديا ويحكوا وخلاص. وخاصة بلاحظ البنات اللي بيطلعوا دايما يتكلموا عن المواضيع دي، هم اصلا ما شاء الله شكلهم مرفهين جدا. تلاقيهم قاعدين بيصوروا في بيت لوحدهم، اساس البيت ما شاء الله حاجة فخمة. لان ببساطة البنت اللي بتطلع تتكلم ديت هي عمرها ما هتبقى مكانك. يعني افتكر في موديل مشهورة قوي شفت ليها فيديو، كانت بتقول: لو انتي بنت ومش عاجبك رجال بلدك وكلهم نفس الدماغ او بيعاملوكي وحش، فسافري وامشي من البلد وهتلاقي راجل احلامك هناك. يعني تخيلوا لو بنت سمعت النصيحة دي، وهي أصلا لما بتكون عاوزة تنزل تجيب ليها حاجة حلوة لازم تاخد موافقة من جميع أركان الأسرة، كبير أو صغير. فكرة السفر بالنسبة ليها مش قرار صعب، دي فكرة خارج الواقع أصلا. في فرق كبير جدا بين فرق في الظروف، فرق في المساحة، فرق في القدرة على الاختيار. دايما لما بشوف الفيديوهات دي كنت بحس إنها تذكير قاسي ليا إن في حياة تانية أنا مش جزء منها، إن الناس كلها بتتحرك وبتعيش حياتها وأنا واقفة مكاني. والأصعب إني واقفة مش بمزاجي، ده بمزاج ظروف البيئة والمجتمع. بس اوعي تحسي الشعور ده أبدا. عايزاكي تلغي متابعة أي ناس يحسسوكي بكده، الغي متابعتهم. حاولي تلاقي ناس شبهك أو ناس بيتكلموا في أمور تانية غير الأمور اللي هي مش في اختيارك أو مش عارفة تغيريها. لازم توقفي التغذية البصرية السامة. العقل الباطن ما بيفرقش بين الحقيقة والشاشة. لما بتشوفي كل يوم صور رفاهية وانطلاق وانتي محبوسة، العقل بيترجم ده فورا لرسالة: أنا في خطر، أنا فاشلة، أنا أقل من الناس دي كلها. البرمجة هنا لما بتبدأي إنك انتي تتوقفي عن متابعتهم، انتي بتقطعي سلك المقارنة، انتي بتحمي عقلك من انه يفضل في حالة دفاع او جلد ذات مستمر، فبيبدأ يهدى ويركز في المتاح بدلا من المفقود. عندنا في المخ حاجة اسمها الخلايا العصبية. الخلايا العصبية دي وظيفتها انها بتخلينا نتأثر باللي بنشوفه قدامنا باستمرار. البرمجة هنا لما تتابعي قدوة واقعية، بنت بتذاكر من أوضة بسيطة،
بتعافر في ظروف شبهِك، عقلِك بيبدأ يبرمج نفسه إن النجاح ممكن من هنا، من المكان اللي أنا فيه، بدل ما العقل يشوف النجاح مرتبط بالسفر، بالفلوس بس، بيبدأ يشوف إن هو مرتبط بالصبر وبالتعلم الذاتي، بيخلق مسارات عصبية جديدة بتقول لِك أنا أقدر لإن اللي شبهي قدرت. كمان تغيير البيئة الافتراضية، بما إن البيئة الواقعية البيت والمجتمع صعبة وقاسية جدًا عليكِ، فالعقل بيحتاج متنفس، إذا كانت البيئة الافتراضية اللي هي الموبايل كمان قاسية وبتقارنِك بناس غيرِك، عقلِك بيحس إنه محاصر تمامًا، لمّا بتفلتري المتابعات عندِك أنتِ بتبني بيئة افتراضية آمنة، ده بيقلل هرمون التوتر عندِك. كسر المثالية، المجتمع والسوشيال ميديا بيبرمجونا إن البنت الناجحة هي اللي شكلها كذا، هي اللي بتلبس كذا، هي اللي معاها في البنك كذا. البرمجة هنا إنِّك أنتِ بتتابعي ناس بجد حقيقيين، هنا عقلِك بيبدأ يعيد تغيير المثالية، بتبدئي تشوفي الجمال في المحاولة والنجاح في إنِّك تستمري، دي أهم عملية إعادة برمجة لمفهوم قيمتِك كبنت، إن قيمتِك مش في الظروف ولا في خروجاتِك ولا في السفر، قيمتِك في عقلِك ومعافرتِك. بقى طبيعي إنِّك تشوفي بنات عايشين حياة مختلفة تمامًا، بيسافروا، بيشتغلوا، بيخرجوا، عندهم حرية الحركة والاختيار، ومن غير ما تاخدي بالِك تلاقي نفسِك بتقارني وبتقولي هو ليه أنا مش كده؟ المشكلة مش في السؤال، المشكلة في الظلم اللي أنتِ حاطة حالِك فيه، لإنِّك بتقارني نفسِك بحد ابتدى من مكان تاني خالص. هل هي ذكية والّا هي عندها فرصة إنها تسافر وتخرج وتجرب الحياة برّه؟ هل هي جميلة وجذابة والّا هي معاها فلوس وعارفة تختار اللبس والشكل اللي يعجبها؟ هل هي فرفوشة والّا هي أهلها سايبينها تعمل اللي هي عايزاه فمش شايلة هَم؟ لمّا نتكلم عن النجاح أغلب الناس ييجي في بالها سفر، شغل، استقلال، بس الحقيقة مش كل حد يقدر يوصل للنقاط دي، خصوصًا لو كانت حياتِك مقيدة بقيود أنتِ ما اخترتيهاش، يبقى أنتِ لازم تعملي هنا حاجة اسمها إعادة تعريف النجاح، معناها إنِّك لسه واقفة رغم كل الظروف، إنِّك بتحاولي تفكّري حتى لو خطواتِك صغيرة جدًا، إنِّك بتمارسي هواياتِك، بتقرأي، بتحاولي تعملي أي شيء يخرّجِك من التقيُّد ده، إنِّك تدوّري على الناس اللي شبهِك، لو أنتِ متاح ليكِ تعليم، شغل، خروجات، تروحي المدرسة، الجامعة، أنا عارفة والله إنها دي حقوق أي بني آدم طبيعي، أي حاجة حاولي تستغلّيها أفضل استغلال، أنتِ نجاحِك مختلف، مختلف عنهم، أهم حاجة هو إنِّك تحافظي على نفسيتِك وعلى عقلِك وتعرفي إن في بنات زيِّك كتير جدًا.